صحيتك. أنا حبيت اليوم باش نديروكم ملوخية على طريقتي. تعالوا. عندنا لجي سي بيس، عندنا كيلة زيت عادي تاع طياب، وعندنا كيلة ملوخية فراك، وعندنا سكشات تاع لحم اللي عندكم بقري ولا كبش. مهم عندنا طماطم حكة وثوم مهروس ومغرف صغيرة هريسة. نجيبوا برمة تاع الطين. هذه وين برمة تاع الطين؟ نشتي نبدا فيها برمة تاع الطين، يعني نفتح فيها الملوخية وندير الملوخية فيها. هذيك هي معناها باش نبدا فيها، هي معناها يعني نطيب فيها. افهموني. نحط البرمة عن جنب ونديروا هذا الصحن باش نتبلوا فيه اللحم. عندنا اللحم نتاعنا، وبعدين نديروا فوقه لجي سي بيس. لجي سي بيس اللي عندنا راس الحانوت، فلفل احمر حلو، كركم، فلفل احمر حار، ملح وزز ورق رند. نكبوهم على اللحم نتاعنا، بعدك نكبوا عليهم الثوم المهروس ومغرف صغيرة هريسة ومغرف كبيرة طماطم حكة. نكبوهم هكاك فوق الخليط. ما تخلي حد شي في الصحن، الدنيا راهي غالية والطماطم حكة راهي غالية. دحيناها، خلطيهم تك 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 تك، رجليهم تك 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 تك. لازم اللحم الكل يتبل تك 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 تك. خلطيهم هكاك. لازم التوابل الجي سي بيس تاعنا تخش الكل في اللحم، يعني التوابل نتاعنا. بعد ما خلطت التوابل مع اللحم نخلوهم عن جنب باش اللحم يتبل. نزيد نرجع البرمة تاعنا، هذه البرمة تاع الطين، ونين ندير فيها البرمة تاع الطين. شوفي وتعلمي يا الزهرة مرت الشيخ امير، تعلمي مليح. درت الزيت، بعديك درت الملوخية نتاعنا، كبيها كل ملوخية. بعديك افتحيها تك 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 تك، بارد في بارد معناها. افتحيهم تك 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 تك. هكاك افتحيها مليح ما تخليهاش تكتلك. كي تتكتلك بعد قولي لي بشره ما سلحتليش، وبشره جاتني نيه، وبشره جاتني فيهاش حتى طعمه. تبعيني، حطي مخك معايا، ما تلهي بحتى شيء. على فكرة الناس اللي سقستني على جي سي بيس من نشري فيهم، شوفوا كيفاش شريتها من عند عطارة الشفاء. والله العظيم غير لجي سي بيس روعة. شوفوا النظام، شوفوا واحد الريحة فيها، واحد الطعمة روعة. تنطقي لكم الصفحة تاعهم تحت الفيديو. نزيد نرجع الملوخية تاعنا بعد ما غلت مليح. نكبوا عليها الماء. كي كبينا عليها الماء انا حسيتها ما زتنيش البرمه. هذه وين درتها في برمه اخرى تاع حديد، يعني انت ما خلوها في برمه الطين ولا بدو في برمه حديد. نايمه كما ازتنيش درتها في برمه تاع حديد كبيره. هاي بعد نص ساعه، بعد ساعة ونص درت لها اللحم المتبل، يعني خليتها تغلي ساعة ونص. درت لها اللحم اللي تبلناه. والحمص اختياري، تحبي تديري تحبي ما تديريش. نايا نشتي ندير الحمص، ما تحوسيش عليا، ما تقولي ليش الملوخية ما تجيش الحمص. نايا حر في حياتي ونايا حر في ملوخيتي. هذه بعد ما طابت بعد تقريبا 6 سوايع. شوفوا ما شاء الله، ولا يتبات تكت صحة فطوركم.